كوتش مراد الزلاجي، موقع لو سات تي في. عندي جوج الاسئله باختصار شديد. ما تكلمناش على الحاله ديال حكيم زياش اللي بدون شك كان تيشكل احد الركائز الاساسيه للمنتخب الوطني حاليا في ظل غياب اي عرض رسمي من اي فريق، خصوصا بعد انتهاء العقد ديالو مع التحيي القطري. سمعنا كانت هناك تلسنات او اشاعات حول ربما اهتمام انديه اوروبيه كطرابزون التركي في مع الهولندي. ما مصير حكيم زياش مع المنتخب الوطني، خصوصا انه كان دائما يشكل احد الدعائم الاساسيه للمنتخب الوطني. Ouais, le cas ديال حكيم bien sûr ديما كنت كنقول لكم حكيم pour le moment مازال ما سيني كلوب دونك فورسيمون il est pas sélectionnable. نتمناو يجبر اون سوليسيون ان شاء الله ويرجع بحال اللي قلت يرجع في المستوى ديالو. هادشي اللي كنبغيو حكيم في لو نيفو، كنبغيو حكيم à 100%. دونك من بعد باقي 4 ايام جو بونس كو سي ان جوار ليبر يمكن يقدر حتى يسيني حتى في شهر واحد في شهر 9 مور ميركاتو يقدر يسيني. نتمناو له يجبر اون بون سوليسيون بور لوي باش بور كومون دي بور بوستولي ليكيب ناسيونال باش يجبر بعد الفرقه باش من بعد نقدروا حنا نشوفوا المستوى ديالو باش نشوفوا واش يقدر يرجع معنا ويعاوننا. سي كيسيون دو اوسي de temps de jeu et de trouver une solution. حنا بغينا له، c'est une star pour nous, c'est une star pour le Maroc. ديما كنبغيو يكون كبير ويجبر une solution. نتمناو له الميركاتو تحلوا شي حاجه اللي مزيانه ان شاء الله.